حكاية قديس وشهيد. عارفين الشاب الملحد اللي كان بعيد جدا عن ربنا ومش بآمن خالص انه في ربنا؟ الشاب ده العذراء مريم عملت معاه معجزة. عارفين ايه هي المعجزة؟ كان الشاب ده بعيد جدا عن ربنا، وكمان كان بيعلم التلاميذ اللي هو كان مدرس ليهم، كان بيعلمهم الإلحاد، بيقول لهم انه اصلا ما فيش ربنا. لكن اللي حصل ان ما كانش ليه غير والدته، كانوا هما الاتنين عايشين في بلاد المهجر. لكن اللي حصلت حاجة غريبة جدا. في يوم توفت والدته وهو بيعيط ومنهار على والدته وعلى وفاتها، لدرجة انه كان حاسس انه الحزن هيموته. حصلت حاجة غريبة، جات له العذراء مريم وقالت له امك ماتت لكن انا مكان امك، لما تعوز اي حاجة قول يا عذراء مريم هتلاقيني جيت لك على طول. ففي الوقت ده فرح شوية، لكن برضه ما كانش عارف هي مين اللي بيتكلمه ومين اللي ظهرت له. فبعد فترة قعد في الكافيتيريا، وهو قاعد في الكافيتيريا سمع مجموعة من الشباب بيتكلموا بالعربي، كانوا في الوقت ده بيتكلموا عن السيد المسيح والعذراء مريم. فرح لهم وقال لهم هي مين العذراء مريم؟ فطلعوا صورة، واحد فيهم وراه الصورة قال له ايوه انا عارف دي لان هي اللي ظهرت لي. فقال له هي دي العذراء مريم ام الرب يسوع، وقعد يتكلموا عن ربنا. فراح فرح في الوقت ده وقال ان انا عايز اتعمد. واحد من الشباب قال له طب خلاص روح واتعمد، بس مش هتلاقي معمودية في المهجر. فقعد يدور على معمودية لغاية لما عرف انه في معمودية في السودان، وراح واتعمد في السودان. وبعد كده راح مسك سيدنا اللي هو عمده وقال له اني انا عايز اروح اشوف ابو الرهبان. قال له ابو الرهبان الانبا انطونيوس، والانبا انطونيوس تنيح. قال له طب عايز اروح ديره. فقال له على ديره ان هو ديره في البحر الاحمر. فراح في الوقت ده راح الدير، ولما راح الدير حب يترهبن، لكن سيدنا رئيس الدير زعطه وقال له ما ينفعش ان انا اخليك تترهبن، انا مش عارف عنك اي حاجه، وانت واحد جاي لي من بلاد المهجر، فانا ازاي اقبلك للرهبنه؟ ما ممكن تكون جاسوس او ممكن تكون واحد جاي تعمل حاجه في الدير. وراح زعطه. وبقى في الوقت ده مش زعلان، وهو ماشي نام في الصحراء لان الليل جه عليه. فلقي في الوقت ده ان الانبا انطونيوس جاله وجايب له كمان جواب، والجواب فيه ختم بالختم الانبا انطونيوس ان هو اللي خاتم الجواب ده انه رئيس الدير يقبله ويخليه يترهبن. ففي الوقت ده رجع لرئيس الدير وفرح جدا وقال لرئيس الدير ان انا جايب لك جواب. فالرئيس الدير في الوقت ده لما شافه قال له انا مش زعطتك وقلت لك امشي؟ فقال له طب بس شوف الجواب ده الاول. فشاف الجواب ولقى عليه ختم الانبا انطونيوس. فرح جدا رئيس الدير، بس في نفس الوقت استغرب، بس عارف منه حكايته كلها. وبعد كده خلاه يترهبن، وهو حاليا ساكن في قلاية بعيدة عن الدير، ولغاية دلوقتي موجود في القلاية بيعمل معجزات جميلة جدا. وهو أبونا العازر الأنطوني، وبركة وصلوات أبونا العازر تكون معانا صاحب المعجزات الجميلة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.